صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض المنين بالعجوة. منين صيامي زي بتاع المخابز، بس انا شكلته طبعا بأشكال مختلفة علشان الولاد يحبوا ياكلوه. المقادير معانا: كيلو دقيق بمعادل 7 كوبايات دقيق او 8. هنرفع منهم 6 معالق. هيملوا معاكي كده زي كوباية او كوباية ناقصة شوية، وهنضيف مكانهم 6 معالق نشا، و4 معالق سكر زي ما انتوا شايفين. وهنقلب الخليط مع بعض، وهتقلبي الخليط حلو، الحاجات الجافة يعني. بعد كده بنفس الكوباية اللي عايرتي بيها الدقيق هتعايري بيها الزيت، 2 زيت. 2 زيت يا ريت تمليهم حلو، انا مليتهم مش كويس، بس يا ريت انت تمليهم اكتر من كده. وتقلبي الخليط كله حلو، وتشربي كل الدقيق الزيت اللي انت ضفتيه لحد ما تصبح الدقيق معاكي كله متغلف بالزيت، يعني متشرب الزيت كله. طبعا هتنزلي ببقية المكونات. بعد هنحط ملعقة صغيرة بيكنج باودر، دي كانت ملعقة في الكيس، ملعقة حلوة يعني. كمان هتنزلي بملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، الملعقة دي صغيرة فأنا حطيت 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية، وحبة من السمسم. والسمسم لو انتي حابة تحطيه على الوش ماشي، حابة تحطيه في العجينة نفسها ماشي. كمان حطيت بما يعادل 3 أكياس من الفانيليا أو 4، دي فانيليا سايلة. وقلبت الخليط حلو، شايفين انتوا اهو الدقيق كله متشرب الزيت، انا لسه ما ضفتش اي ميه ولا اي حاجه. هتقلبيهم حلو ببعض وتشربي الدقيق كله الزيت اللي انت ضفتيه عليهم. وبعد كده هتنزلي بكوبايتين، بنفس الكوبايه اللي عايرتي بيها 2 من الميه، وبرضو يا ريت تمليها حلو عشان انا مليتها قليل، فاضطريت حطيت بما يعادل نص كوبايه كمان من الميه، لان كانت العجينة تخينة معايا شوية. فتعجنيهم حلو وتقلبيهم في بعض كويس، وبعد كده تغطيهم بستريتش وتسيبيهم على حد العجين معاكي ما يخمر. بعد العجينة ما تخمر وتبتدي تشكلي فيها براحتك حسب التشكيلة اللي انت حباها. اهو انا بقول لكم ان العجين معايا تخين، فاضطريت ضفت نص كوباية كمان من المية. فانتي لو مليتي الزيت كويس ومليتي الكوباية للاخر يعني، والمية للاخر، ما كانش احتاجت معايا نص الكوباية دي، كان بقى معاكي المعيار مظبوط. فانا حبيت اقول لكم على الغلطات اللي حصلت معايا علشان انتوا ما تكرروهاش، وتطلع العجينة ناجحة معاكم مظبوطة. بعد ما تخلصيها عاد زي ما قلت لك هتسيبيها تخمر مش كتير يعني، على ما تريح كده العجينة هتبدأي تشكلي فيها يعني، مش هيبقى الخمور الجامد يعني. وبجد حاجة حلوة في الصيام تفطري بيها الصبح، والعجوة مفيدة للأطفال لو أكلوها معاكي. أهو شايفين ملمس العجينة خلعت من إيدي كلها، أدي بوريكوا التخانة بتاعتها.
انت مش لازم يعني تعجني فيها جامد وكده، مجرد ما تلمي معاكي وخلاص. هتغطيها وتسيبيها تهدى شوية تريح على ما نفك العجوة معاكم مع بعض. انا اشتريت نص كيلو عجوة من بره، كان ناشف حبة، فحطيت له ملعقة من الزيت في طاسة طبعا على النار، وبدأت أقطعه كده زي ما انتوا شايفين وأفكه علشان يتشكل معايا بسهولة، وأقدر أفرده على العجينة ويبقى كده في طبقة في النص من العجوة بتديله طعم حلو. والعجوة مفيدة جدا وصحية جدا للي عندهم الأنيميا والأطفال كبناء في جسمهم، يعني بتفيدهم صحيا، تديهم طاقة. اهو زي ما انتوا شايفين بنفك فيها، اخدت وقت معايا شوية، واهي بقول لكم ان هي بقت طرية تتشكل معاكي بكل سهولة. بعد كده هنرجع للعجينة تاني، اهو شايفين خمورها مش الخمور الزيادة يعني. هنجهز الرخامة معانا بحبة من الدقيق صغيرة كده مش كتيرة، وهبدأ اخد قطعة من العجين واشكلها على شكل دايرة، وبعد كده افردها بالنشابة كده على الرخامة زي ما انتوا شايفين لحد ما تديني سمك مش تخين، يعني وسط زي سنتي. مش عاوزاها كمان تتفرد جامد، لازم تبقى فيه تخانة معاك شوية. وبعد كده هتجيبي العجوة طبعا هتفرديها بنفس الطريقة، بس يستحسن تفرديها على حبة من الزيت مش على دقيق يعني. فطبعا انا كانت بتلزق معايا، كنت بقطعها حتت. اهو بوريكم سمك العجينة تبقى قد ايه بالظبط. اهي دي العجوة، بفردها على الرخامة من الناحية التانية برضو، بس هي لزقت معايا فانا قطعتها حتت صغيرة بعد كده وضفتها على نص العجينة، والنص التاني قفلت بيه. بعد ما فردتها مرضتش تطلع معايا من الرخامة، فالمهم قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، بس طبعا هي طالعة حتت خفيفة مش تقيلة قوي يعني. اما لو عملتيها كعب الغزال فطبعا مش بتفردي العجوة على الرخامة، انت بتبرميها رول كده وتحطيه في العجينة وتلفي العجينة عليها. هنشوف الطريقة مع بعض، فمش هتحتاج منك انك انت تفكيها او تفرديها على الرخامة زي الطريقة دي احنا بنشكل اشكال، قلت علشان ولادي يحبوا ياكلوها وكده تبقى مختلفة في الشكل عن ما بنجيبها جاهزة من بره من الطابونة. فحاولي ما تهدريش كتير من العجينة، يعني تخلي التقطيع قريب من بعضه عشان ما تطلعيش كتير فايض منها. والفايض منها برضو هقولك ازاي تلفيه وازاي تقطعيه. اهو بوريكوا الشكل، كانت النجمة شكلها جميل. طبعا هتجيب الصواني اللي عندك من غير ما تدهنيها زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، هترصي فيها على طول كده زي ما انت شايفة. طبعا هي معجونة بالزيت
مش هتلزق معاكي. ويا ريت اللي تعجبه قناتي وافكاري وطريقتي في المطبخ يدعمني بشير ولايك وتعليق جميل منه، ويقولوا لي واسألوني ايه اللي يعجبكم وايه اللي ما بيعجبكوش. انا مستنية تعليقاتكم. وشكرا لكم على دعمكم وعلى اشتراككم في القناة. اهو بوريكم اللي فايض من العجينة. انا بلفه شكل رول كده، ولو كانت العجوة ظاهرة معايا زي ما انتوا شايفين كده بحط لها حبة من العجينة برضو من اللي هو متهدر وطالع معاكي ده، وبتلفيها كده رول وبتقطعيه بالسكينة نصين كده، فبيديكي شكل كعب الغزال اللي احنا بنجيبه من الطابونة او من المخابز برا. اهو بوريكم ان انا هاخد من العجينة اللي هي اتهدرت معايا او اللي اشتغلت بيها الاول وشكلت منها الاشكال، وبلفها على شكل رول كده، وهنعمل منها شكل كعب الغزال. طبعا انا عاملاها احجام صغيرة شوية، بس هي بتزيد صدقوني في الفرن. يعني بعد ما خلصت الكمية كانت العجينة ريحت شوية في الصواني زي ما انتوا شايفين، وبعد كده اشتغلت على الفرن. طبعا شغلت فرن البوتاجاز على 180، سخنتها حلو، وبعد كده هديت النار حبة وشغلت الشواية وبدأت اسوي فيهم يعني كده. دي طريقة تانية انك انتي هتلفيه رول، دي طريقة المخابز. اهو زي ما انتوا شايفين انا برضو انه عاملاه صغير في حجمه، ما حطيتش عجوة كبيرة ولا يعني كميات كبيرة، حطيتها رفيعة شوية علشان تتاكل حلو برضو وما تترميش معاك. يعني عندي الولاد انا لو كانت العجوة كبيرة من جوه ما بيحبوهاش، فانتوا زي ما شايفين اهو هتوفر معاكي كمية كبيرة. يعني كيلو دقيق هيطلع لك كمية حلوة. بعد ما تلفيها رول كده هتقطعيها على شكل قرن كعب الغزال اللي بنجيبه جاهز من بره. اهو بوريكم الطريقة. اهي كمان واحدة تانية بنفس الفكرة. هي خطواتها سهلة مش صعبة. وزي ما عرفتك كده هتقطعيها بزاوية، تبططيها شوية يعني عشان تتقطع معاكي حلو، وهتقطعيها بالزاوية كده هتديك الشكل ده. طبعا هترصيها في صواني وكده وهتشتغلي عليها. قناتي قناة متنوعة فيها فرم شعر وفيها أكلات وابتكارات، وياريت تتابعوني. اهو بوريكم الشكل زي الجاهز بالظبط. اهو كمان لما انا حطيته في الفرن بوريكم الطريقة ازاي.
يعني بعد ما تستوي من تحت طلعيها فوق وتنزلي اللي فوق تحت وكده. بوريكم ازاي يعني تسووها في الفرن. وده كان الشكل النهائي بعد ما خبزتهم كلهم. وكمان اتبقت معايا كمية عجينة بدون عجوة، عملتها الصوابع دي بتبقى حلوة بالشاي الصبح. دي كل الكمية اللي طلعت معايا من كيلو دقيق. وياريت اللي تعجبه قناتي وافكاري يدعمني بشير ولايك وتعليق جميل منه. طبعا كان لسه سخن طالع من الفرن، فانا كسرت واحدة قدامكم عشان اوريكم يعني ان الاشكال دي بتفرح الاولاد، وبيخلوا زي ما قلت لكم بتفرح الاولاد وخليهم ياكلوا منها ويطلبوها مني كتير. يلا هقول لكم باي باي في فيديو جديد ان شاء الله.